كابتن رضا عبد العال اللي طلع قبل كده وقال على نفسه كبير الهجاصين بعد مباراة النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري، طلع وهاجم اتحاد الكرة وهاجم رابطة الأندية بسبب تأجيلات النادي الأهلي، وبيقول لك تخيل إن النادي الأهلي لو كان قابل فيوتشر وبيراميدز اللي الأهلي ليه مباريات مؤجلة معاهم وهو بالمستوى ده كان إيه اللي هيحصل؟ أكيد كان هيتغلب. حد يفهم اللي قال على نفسه كبير الهجاصين ان مش بالضروره ان الاهلي كان عشان وحش النهارده انه لو قابل بيراميدز او قابل فيوتشر ان هو يبقى وحش، لان كل مباراه وليها ظروفها. زي كده لو الزمالك قابل الاهلي الماتش الجاي مش بالضروره ان هو عشان ما كانش كويس قدام المصري انه يبقى الماتش الجاي وحش، لان كل مباراه وليها ظروفها. بالنسبه للتاجيلات بيقول لك ازاي يتلعب مباريات الدور الثاني قبل مباريات الدور الاول. في اي حته في العالم يلي قلت على نفسك كبير الهجاصين بيبقى الجدول محطوط، ولما بيتم تأجيل مباراة بيستنوا لحد ما بيكون في وقت مناسب أو وقت فاضي في جدول الدوري وبيتلعب المباراة. مش بيتم تأجيل مباريات الفريقين مع أي فرق تانية لحد ما المباراة دي تتلعب. الكلام ده ما بيحصلش في أي حتة في العالم. هندي مثال عشان نوضحها. الأهلي عنده ماتش مع فيوتشر من الدور الأولاني، طيب بقيه الجدول محطوط، فيوتشر ليه مباريات والنادي الاهلي ليه مباريات في باقي الاسابيع. هل مطلوب ان يتاجل مثلا ماتش للفيوتشر مع المقاولين وللاهلي مع المحله علشان خاطر مثلا عشان خاطر الاهلي والفيوتشر يلعبوا بعض ويبقى الاهلي ليه ماتشات مؤجله والمحله ليه ماتشات مؤجله والمقاولين ليه ماتشات مؤجله، يبقى كل الفرق بقى ليها ماتشات مؤجله؟ الكلام ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. اللي بيحصل ان بيتم الانتظار لحد وقت مناسب، وقت ينفع ان المباراة تتلعب وبيتم لعبها، مش بنأجل لكل الفرق يا جهبذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.